يا جماعة، اكتشاف علم جديد ممكن يغير فهمنا خالص عن جسمنا. طول عمرنا فاكرين ان الذاكرة بتتخزن بس في الدماغ، لكن الباحثين في جامعة نيويورك عملوا تجربة مذهلة ونشروا نتائجها في مجلة نيتشر. بقيت اسم المجلة صعب اوي يا جماعة، معرفتش اقرأه، بس الاسم فوق اللي حابب يتأكد من الموضوع ده. المهم، لقوا ان في خلايا تانية في الجسم زي خلايا الاعصاب والكلى ممكن هي كمان تخزن الذكريات. ازاي؟ العلماء عرضوا الخلايا دي لإشارات كيميائية متكررة زي اللي بتحصل في الدماغ لما نتعلم حاجة جديدة، والنتيجة الخلايا دي بدأت تتفاعل كأنها بتتعلم وتفتكر النمط ده. الفكرة هنا إن الذاكرة مش مخصصة للمخ بس، لكن ممكن تكون ظاهرة عامة لكل خلايا الجسم. التكنولوجيا دلوقتي بقت متطورة جدا، يعني دلوقتي ممكن نفهم إزاي خلايا البنكرياس بتذكر نظام الأكل بتاعنا، ونقدر نساعد مرضى السكر، أو حتى نقدر نتعامل مع خلايا السرطان بشكل أفضل بناء عن تجربتها مع العلاج. ده مش كلام خيال علمي، ده بداية أبحاث ممكن تغير الطب ومفهومنا لحياتنا. إيه رأيكم؟ تابعوني عشان هتشوفوا حاجات عمرها ما جت في بالكم. مستني تعليقاتكم عن الموضوع ده، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.